الرحمن الرحيم. أتوجه بالتحية والتقدير لشعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، رجالا ونساء، شبابا وشبان، على صمودهم ومواجهة التحدي الذي حدث في أول جمعة رجب من قبل عناصر الإرهاب والمرتبطة بعناصر الإرهاب. فشعبنا اليمني صامد وسيظل صامد متحديا لكل أنواع التحديات التي تستهدف أمنه واستقراره وتستهدف الحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار. لقد فهم الكثير الديمقراطية فهما خاطئا من خلال الممارسات الخاطئة، قطع طريق البترول والمازوت والديزل والغاز، وإقلاق الحالة الأمنية الذين يطالبون فيها حق الشراكة. نحن نرحب بالشراكة في إطار الدستور، في إطار القانون، نرحب بالشراكة على أسس ديمقراطية. دستور الجمهورية اليمنية الذي قام على التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر، ولكن هذا هو الرأي، والرأي الآخر هو الذي يقوم به في هذه الأيام قطع الطرقات وإخافة السبيل وإقلاق عامة الناس. فلا بد من إعادة النظر من قبل كل القوى السياسية وبشكل مسؤول، دون تعاطف أو دون مجاملة، لأنه قام هذا الدستور في ظل نظامين نقيضين. يفرض جنوب الوطن الدستور، هذا هو نفس الدستور، ويعتقد أنه الكاسب، والشمال الوطن كان يريد يفرض نفس الدستور ويعتقد أنه الكاسب. أين الرجال الواعيين؟ أين الرجال الصادقين؟ أين الرجال المؤمنين؟ أين الرجال الذين يخافون الله؟ لماذا ما يقفوا مع الحوار؟ يقفون مع الحوار والوصول إلى حلول مرضية. احنا لسنا ضد المشاركة، نحن مع المشاركة، مع مشاركة كل القوى السياسية سواء كانت معارضة أو حاكمة، ولكن على ضوء برنامج يتفق الناس عليه، يتفق الناس على برنامج يكون هو قاسم مشترك للشعب اليمني، مش كل واحد يفرض رؤاه، ولا بحاجة إلى أن كل واحد يلوي ذراع الآخر. هذا مفهوم خاطئ ومفهوم متخلف ومفهوم جاهل. فأكرر التحية إلى شعبنا اليمني الصامد، إلى الرجال والنساء في كل قرية وفي كل حدب وصوب في الداخل والخارج. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر والتحية والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وقيادة المملكة على الرعاية الكريمة والاستضافة منذ أن وصلنا إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وقد استحصلنا على عناية كاملة ورعاية رائعة، وهذا ليس بغريب على دولة جارة شقيقة وهي المملكة العربية السعودية التي تربط شعبنا وقيادته روابط وثيقة وهامة واستراتيجية وعلى مختلف الأصعدة. نعم، لقد أجريت أكثر من 8 عمليات ناجحة، وهي حروق نتيجة للحادث، منها 8 عمليات ناجحة، وأجريت عدد من العمليات لعدد من المسؤولين مثل
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء صادق أبو راس ورشاد العليمي، محافظة صنعاء، وأكثر من شخص أجروا أكثر من عملية، فهم في حدود أكثر من 87 شخص الذي أصيبوا في هذا الحادث الجلل. منهم من استشهد من الضباط، ومنهم من جرح، ولكن إيمانهم وصبرهم وجلدهم وحبهم للوطن مستعدين أن يقدموا مئات الشهداء ومئات الضحايا لهذا الوطن. فتحية لأولئك الأبطال الذين صمدوا والذين واجهوا التحدي بتحدي وسنواجهه بالتحدي. لن ننسى أن نتوجه بالشكر والتقدير والاعتزاز إلى المؤسسة العسكرية والأمنية الوطنية الذي وقفت إلى جانب الشرعية الدستورية ومعها الشرفاء من أبناء شعبنا اليمني العظيم. فهذه المواقف ليست غريبة على هذه المؤسسة الوطنية الكبرى الذي هي ملك كل أبناء الوطن. أوجه الشكر إلى الأخ نائب رئيس الجمهورية على كل جهوده الذي يبذلها من أجل رأب الصد بين كل أطراف العمل السياسي، وندعو له بالتوفيق. تحياتي مرة أخرى مع تكرير تحياتي إلى قيادة المملكة العربية.